عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل وصفه جميله جدا بتدفي في الشتاء الجامد ده. هنعمل بطاطا بالبشاميل وبطاطا بالسكر. اول حاجه عندنا البطاطا الحلوه اهي، غسلناها كويس، وهنوقت هنقشر كل ده ونقطعه ونسلقه. اهي البطاطا قطعناها قشرناها وقطعناها، وهنحط عليها معلقتين سكر والميه ونسيبها تتسلق اهيت. هنسيبها بقى على النار براحتها تستوى، واول ما تخلص هنعمل عليها البشاميل. هنا بعد ما البطاطا ما اتسلقت هنسيبها بقى تبرد شويه كده. هنعمل بقى البشاميل، هنحط حته سمنه على حبه زيت ويسخنوا شويه. بعد كده هنضيف عليهم نص كوبايه دقيق ونقلبهم مع بعض، نقلبهم كويس قوي لغايه اما الدقيق لونه يبقى ذهبي. بعدين هننزل عليه بكوبايتين لبن ونقلبهم ونحط عليهم حبة سكر حسب الحدق بتاعنا. نحط حبة سكر وحبة فانيليا ونقلبهم كويس. يبقى صوص بشاميل، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. نفضل بقى نقلب كده. هنا بدأنا نحط بقى كوبايتين لبن، هنحط كوباية. حطينا الكوباية الأولى وحطينا التانية. هنعمل بقى في الصينية، هنجيب حبة بشاميل نحطهم تحت في الطاجن، نفردهم كويس، وبعد كده هنحط البطاطا نفردها أول طبقة. بعد كده هنكمل بقى البشاميل اللي فوقيها نفرده فوقيها. ده صوص البشاميل اللي بعد ما خلص. ودي البطاطا لما المهروسة نحطهم بقى في الطاجن. حطينا البطاطا وحطيت عليها حبة جوز، وهنحط بقى طبقة البشاميل عليها اهي، ونحطها بعد كده في الفرن على طول. يدوب بس وشها يحمر يبقى كده كده خلصت. وفاض عندنا باقي بطاطا هنحطها كل واحد في طاجن. يعني نحطها في طاجن، نفردها في طاجن ونحط على الوش سكر. الحلاوه دي برضو نحطها في الفرن معاها السكر يا دوب بس لونه يحمر كده، تبقى كده طلعناها على طول. عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه. وده بقى شكلها الجميل في الاخر، كانت رائعه. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في قناه ملوكه.